ما تكذبيش على روحك وتقولي انا ما نقدرش. 4 خطوات يرجعوا لك الحروريه نتاعك ويهدموا لك حياة السبايك. اهلا وسهلا بنوارة القناة، ويا ميت مرحبا بحراير بلادي، الفحلات الشاطرات من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. اليوم جيت وجبت لكم معايا طاقة كبيرة. يلا حباباتي معا ننجح. نبداو اليوم ب4 خطوات اللي اذا تبعتيهم كيما راح نقول لك راح يوصلوك ان شاء الله لبعيد. هاد الخطوات ما راحش ينجحوا اذا بقيتي تفتحي عينك الصباح وانت ما راكيش عارفه نهارك كيفاش يفوت. نبداو باول خطوه انا هي المسؤوله. نوضي اليوم، وقفي قدام المرايه واستعرفي امام نفسك باللي انت المسؤوله الوحيده على حياتك وعلى هذا الفراغ اللي راكي عايشه فيه. اعترفي باللي الاعذار هي المخدر اللي راكي تريحي به ضميرك، وقولي خلاص كذبت على روحي بما فيه الكفايه. اليوم لازم تبدا حكايتي تاع الصح اللي ديما تمنيتها. حبسي تلومي روحك على اللي فات صاي مات. حبسي تقولي لو كان ماشي التربيه تاع ولادي، لو كان راني درت. حبسي تقولي لو كان جا عندي الدراهم، لو كان راني نجحت. مادام راكي تلومي الظروف راكي تعطيها القوه باش تتحكم فيك وتخليك عايشه ضحيه. حبسي تلومي روحك. الخطوه الثانيه تنظمي وقتك. كيفاش تسيطري على اليوم تاعك؟ تنظيم الوقت ماشي معناها ديري جدول يربطك وتولي كي الروبو تجري بالعقل. لا، تنظيم الوقت هو أعلى درجة احترام الذات. تنظيم الوقت هو النهار اللي تقولي فيه لروحك وللعالم أنا ماشي زايدة في الدنيا هكذا برك. لا، أنا هي مولات الحكاية وأنا اللي نسير حياتي. السيطرة على نهارك ما تطلبش منك تجري 24 ساعة، تطلب منك الشطارة والذكاء في التقسيم. خدمتك ولا قرايتك هي البصمة نتاعك، هي الاستقلالية نتاعك اللي ترفع لك راسك. كي تعطيها وقتها أعطيها بتركيز تام. تطوير روحك يعني تتعلمي حاجة جديدة، هذا هو الموتور اللي يخليك تافونسي. مثلا تقراي كتاب، مهارة جديدة تتعلميها، فورماسيون ديريها. أعطيهم من وقتك. إذا فات عليك العام وانت في نفس البلاصة راكي ظالمة روحك. راحتك وصحتك النفسية هذه ماشي مزية ديريها في روحك حتى تعياي وتموتي. الراحة والاستجمام هما اللي عمروا الباطري تاعك باش تقدري تكملي الطريق بشغف. لازمهم وقت مليح. الخطوة الثالثة تعلمي تقولي لا. شتي الفوضى اللي راها في نهارك هي كوبي كولي من الفوضى اللي راها في راسك وستريس والضغوطات اللي عايشتهم. ماشي خاطرش عندك بزاف صوالح، لا، خاطرش ما ترتبيش الاولويات نتاعك. يعني اللي جات تسقديها، اللي جات تفوت. نهار تتعلمي تقولي لا للحاجه اللي تضيع لك وقتك وتقولي واه للحاجه اللي تطلع بيك، تما يصرى التغيير الكبير. وراح تحسي براحه نفسيه داخليه، تولي تحسي ببنة الانجاز وحياتك تولي تمشي في طريق باينه. كلمه لا ماشي قلة تربيه، كلمه لا قيمه وقدر. اللي ما تعرفش تقول كلمه لا اللي يجي يعفس عليها ويفوت. حتى انا حباباتي كنت كيفكم نحشم باش نقول لا، حتى ضاع وقتي وضاعت صحتي. عاد فقت مع راسي وقررت الحاجة اللي ما نقدرش عليها نقول لا، ماشي عيب وماشي عار. الخطوة الرابعة احترام كلمتك، يعني تحترمي الكلمة نتاعك. في وقتنا هذا بزاف ناس يجوهم الكلمات سهلين، غدوة نجي، السيمانة الجاية نرجع لك الخبر، والله غير نديرها، وما كان والو يهضروا برك. الحقيقة قيمتك عند الناس وعند روحك
تسوى قيمة الكلمة نتاعك اللي تخرج من فمك. نقدر، ما نقدرش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكلمة هي عقد ومسؤولية. نهار تولي تقولي حاجة ديريها تولي عندك هيبة وقدر. اللي ما يتباع ما يتشرى. الكلمة اللي لازم نبدأ بيها هي أنها تكون عندي مع نفسي أولا. كي نقول روحي غدوة نوض بكري، ما نوضش يعني كسرت كلمتي مع روحي. ولا نقول هاد السيمانة نلتزم بالبروغرام ونسمح فيه، يعني كسرت كلمتي أنا لنفسي. أنا هنا العقل الباطن تاعك واش يفهم باللي انتي ما تحترميش روحك، ويبدأ تقدير الذاتي يطيح، حتى تولي ما تأمنيش روحك وتعيشي في فشل. نهار اللي تحترمي كلمتك مع راسك تما تبدأ الثقة نتاع الصح. نصيحتي ليك، قبل ما تخرجي كلمة من فمك وقبل ما تخطي لحياتك خمي مليح إذا قادر عليها وديريها وتزيدي تهزي معها الجبل. وإذا ما تقدريش قولي ما نقدرش بكل شجاعة. هادو هما 4 خطوات حباباتي. ما تنسونيش من جاو ابونيو في القناة باش يوصلكم من جديد، وما تنساوش نجاحي يبدأ من بيتي. سلام.